اهلا بيكم في قهوة النجوم. لو دي اول مرة تزور القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك. انا في فطار انا وجوزي، وبعدين كل ما حد يقابلني يقول لي انت مفتريه، فقلت لهم حبيتوا ياسمين صبري، فقالوا لي حرام عليكي اللي بتعملي فيها، وانا بقول لكم بوعدكم نهارها اسود هقطعها، انا بعشقها بس التمثيل ملوش دعوه. صعبانه عليهم يا ياسمينه، صعبانه عليكم ياسمين صبري ولا لا؟ قوي والله قوي جدا. حلو. بتحبها ولا لا يا محمد؟ لا طبعا. تعالي يا اميره. انا بحب حضرتك انت اكتر. جوزك بيقول انه بيحب ياسمين صبري. لا طبعا انا بحبك انت اكتر طبعا. لا وانا اصل انا بحب ياسمين، لما تقول ان انت بتحب ياسمين ايه المشكله؟ لا بس الحب درجات، الحب درجات يعني. بهدلتها ولسه هبهدلها، وقلت لهم بس اصبروا نهارها اسود مني، وانا بحب ياسمين برضه. قال لهم باي باي. على فكره الناس كرهوها بسببك. ها ايوه بالي الناس كرهوها. مش مشكله بس نجاح. بحبك يا ياسمينه ومبروك يا روح قلبي. طريق صحيح بالنسبه لمعدلات النمو وبالنسبه لفرص النمو بالنسبه لمصر. دي حاجه كويسه جدا يعني. الحاجه اللي هي بنطالب بيها المسؤولين اللي هو طريقه اللي هي بتفرض على التبادل او معاملات البورصه، لازم يكون في نوع من خفض الضريبه اللي هي بتتحسب على المستثمر، وده اكبر عائق النهارده بينها وبين التداول في البورصه المصريه. قولي لياسمينة كلمة. صعبانة علينا قوي. تحبيها؟ ملالا I love you. 1,000 ضريبه كانوا عايزين يطوروها ل 2,000. النهارده اكبر حافز لزياده التداول هو تقليل معدل الضريبه المفروضه على التوعيه. احد معجبين ياسمين صبري معجبيني طبعا قبل ياسمين، بالعيد فيك يا ياسمين، صح ولا لا؟ عجبك المسلسل؟ كارهني صح؟ لا خالص مش قوي يعني. لا امبارح بعد حلقه امبارح بس مش قوي يعني. بس لا حلو بجد؟ جميل والله. طب الحمد لله. تعالى بقى نتصور مع بعض عشان انت كده ايه كده تعمل عليها ايوه سكرين. يلا كل سنه وانت طيب ويا رب اشوفك اسعد الناس. كل سنه وحبايبي كلهم بخير وطيبين. شرف. انا مش هطول عليكم، كل شويه كده هنزل لكم حته. انا معاك. عاجبك المسلسل؟ جميل. احكي لي بقى على شر فريده. ده امبارح كنت زعلان منك. صعبانه عليك طيب ياسمينة كيوتي؟ طبعا صعبانه. بنت انا عمرها برحب بضيوفنا اللي جم من السعوديه. مبسوط بيها؟ اللي معانا عبد العزيز السنه الجايه صح؟ اللي شرفنا من السعوديه نرحب بيه. انا متشكر. نرحب بضيوفنا اللي جم من الامارات.